الحمد لله صحينا الصبح النهاردة على إن الزمالك بدأ يجهّز $75,000 باقي مستحقات محمود بن طايج عشان ما يمشيش، أو عشان ما يفسخش عقده من طرف واحد. تمام. طب ده بالنسبة لبن طايج ولسه فاضل باقي اللعيبة الأجانب، وده بعد ما هو اتحرّك، يعني بعد ما الدنيا بدأت تاخد خطوات تفعيلية أكتر نحو الفسخ. هو الزمالك كان مستني يعني لمّا الدنيا ت تبوظ أكتر كده ويبقى اللعيبة خلاص عايزة تمشي، فقرر خلاص إن هو يحل المشكلة دلوقتي ويوفّر لهم جزء من مستحقاتهم. هو ده الفكر الرياضي الاحترافي العبقري العظيم اللي إدارة الزمالك كانت حاطاه قدّامها لمّا جات تتعاقد مع مستر جون إدوارد كمدير رياضي للفرقة. يعني هو ده اللي الزمالك كان محتاجه. طيب، بعيدًا عن بقى الموضوع المستحقات والفلوس والكلام ده كله، أنا قعدت النهارده كده بابُص لشكل الفرقة، فرقة الزمالك، والزمالك محتاج إيه عشان يقدر ينافس على الدوري والكونفدرالية والكلام ده، والزمالك فين من وسط اللي حواليه، يعني فين من الأهلي ومن بيراميدز ومن سيراميكا والكلام ده. بصراحة اكتشفت حاجات يعني مش عارف هي حلوة والّا وحشة، بس أكبر حاجة اكتشفتها إن الزمالك الموسم ده عنده كمية أجانب، أنا ما ليش دعوة بقى هل هو مُقيّد مصري محلي والّا لأ، بس أنا عندي كمية أجانب الموسم ده كفيلة إن أنت تلعب في الدوري السعودي مثلًا، تلعب في الدوري يعني بس دول أجانب على الورق، على الورق، ما فيهاش، في الملعب 0 أو 1%. عندك عُدي الدباغ أدي 1، الجزيري 2، جزيرة 3، شيكوبانزا 4، معالي 5، كايد 6، بن طايج 7، صلاح مصدق 8، بارون 9. عندك 9 لعيبة أجانب ما بين فلسطيني كان بيلعب في السويد وكان بيلعب وعندك عمر فرج 10. عمر فرج ده اللي ما حدش فاهمه هو إيه أصلًا، يعني وعندك عمر فرج برضه كده، عندك 10 لعيبة أجانب. 10 لعيبة أجانب، ما ليش دعوة بقى هو مُقيّد محلي، مُقيّد مصري، هو لعيب أجنبي يعني مش مصري، مش من الدوري المصري، مش من الناشئين، يعني بياخد بالدولار، يعني عندك 10 عناصر أجنبية المفروض تبقى قوية ومتميزة. عُدي الدباغ والجزيري وبيزيرة وشيكوبانزا ومعالي وكايد وبن طايج وصلاح مصدق وبارون وعمر فرج، وعندك الشيفالي معار، أحمد الشيفالي. طب 10 لعيبة أجانب مش مستفيد منهم خالص، فلوس بس، غرامات بس، فسخ بس، دولار بس والحق في قضايا الفيفا. هو ده وضع الزمالك، 10 أجانب والمحصلة 0. هل ده منطقي يا جماعة؟ 10 أجانب ما بين بقى 2، 3 مهاجم صريح، الجزيري وعُدي الدباغ وعمر فرج مهاجم صريح وبتدوّر على مهاجم، ما عندكش مهاجم. عندك خوان بيزيرة وعندك شيكوبانزا ومعالي وكايد و4 أجانب في مراكز الwing و10 وفي المحصلة 0. عندك صلاح مصدق مدافع وما بيلعبش، لمّا إسماعيل بيتصاب والّا حد بيتصاب تضرب أخماس في أسداس. بارون باك رايت، ما عندناش غير عمر جابر هو الوحيد اللي بنلعب بيه باك رايت ما فيش بديل. طب الفلوس دي رايحة فين؟ طب الغرامات دي مين هيدفعها؟ طب المستحقات دي مين هيدفعها؟ طب أنت أصلًا مديون بفلوس قد كده، فبتزوّد ديون بلا فايدة بالدولار بفرق عملة وعملة صعبة، وفي المحصلة 0. 10 أجانب المحصلة 0. لو ده يرضي ربنا ماشي، لو ده يرضي الزملكاوية ماشي، لو ده يرضي أي حد في الكون ماشي، لازم يبقى في حساب هنا. 10 أجانب والمحصلة 0، 10 لعيبة بادفع لهم فلوس بالدولار والمحصلة 0. ما عنديش حد يسند فرقة، ما عنديش حد عامل فرق. إيه الفرق بينهم وبين اللي موجود؟ أنا مش عارف بصراحة. فلو إدارة الزمالك أو لجنة الكورة أو إدارة الكورة أو أيًا كان المسميات الجميلة دي كلها عندها رَد، يا ريت تردوا علينا.